ليه تشتريه من بره لما ممكن تعمليه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان يطلع معاك القوام كريمي ومكون واحد بس، وكمان من غير مكنة هنعمل احلى زبادي في البيت. بصوا القوام بتاعه هيطلع معاكي ناعم كده وجميل. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة بتاعتنا ونعمل احلى زبادي. معايا هنا اهو كيلو من اللبن او الحليب. غليته الاول على النار، يفضل يكون من عند اللبان. هغليه بس على النار كده غلوة، وبعد كده هسيبه يهدى شوية لغاية لما يبقى زي دمعة العين كده. وبعد كده هجيب كوباية واحدة بس من الزبادي، ودي هعملها الخميرة بتاعتي عشان نخمر ونعمل بيها الزبادي بتاعنا. هحتاج كوباية واحدة بس من الزبادي. هدلو المية كده اللي بتبقى فيها، وهمسك الزبادي هقلبه كويس عشان ما يبقاش فيه اي قطع، ويبقى كريمي كده وناعم معايا. بعد كده طبعا هتقدري تاخدي كوباية من كل مرة هتعملي فيها زبادي، وتخليها الخميرة بتاعة الزبادي اللي هتعملي بيها، مش شرط تجيبي من بره. وهضيفها كده على اللبن واقلبهم مع بعض كويس عشان ما يبقاش فيها اي قطع مطرح الزبادي ما ضفناه عليها. بس كده قلبته كده كويس خلاص. بعد كده هروح اجيب بقى الكوبايات اللي انا هعبي فيها الزبادي حسب بقى ما انت عايزه، سواء عندك كوبايات صغننه كده او السلاطين اللي هي الفخار بتاعه الزبادي. وهجيب صينيه وهعبي الكوبايات بتاعتي كلها كده. بس دي كوبايه كبيره يعني اكبر من اللي احنا بنجيبها من بره. حاجه نضيفه وعاملاها في البيت، وكمان طعمها حلو وما بتاخدش وقت، يعني 3 4 ساعات هتكوني عملتي احلى زبادي في البيت ومن غير مكنه. حطيتهم كلهم في الصينيه، وبعد كده هروح اجيب ميه مغليه. هغلي كده الكتل واحط اضيف كده الميه في الصينيه حوالي ربع الصينيه، ربع الكوبايه سوري. هضيف الميه لغايه ربع كوبايه الزبادي كده، ومسخنه الفرن من قبلها. هسخن الفرن وبعد كده هطفيه وادخل بقى الزبادي فيه، واغطيه واسيبه حوالي 3 4 ساعات كده. وبعد كده تدخليه التلاجة يسقع كده ونشوفه مع بعض كده. بعد الزبادي ما خلص هطلع بقى الكوباية بتاعتي. بصوا كده طلعته من الفرن، حطيته كده يسقع في التلاجة، وبعد كده قدمناه بقى مع بعض. ادي الزبادي بتاعنا بعد ما خلصناه. بصوا ماسك نفسه كمان، القوام بتاعه حلو. تعالوا كده نشوف واحدة مع بعض بقى ونشوف قد ايه هو طالع كريمي وحلو. بصوا الزبادي اسهل طريقة وبسيط جدا وكمان موفر معاكي، ومن غير مكنة عملنا احلى زبادي في البيت. يا رب يكون عجبتكم الطريقة. لو عجبتكم الطريقة متنسوش تعملنا لايك وشير. كنت معاكم من مطبخ لينا.